شهد تجمع روابط المصطفى حضورا واسعا في إحيائه السنوي لآخر ليلة جمعة من سنة 2025 ضمن برنامج معراج المريدين الذي يقام للسنة الثالثة على التوالي ليجمع المؤمنين في الذكر والتزكية واستذكار القيم الروحانية الأصيلة. واقعا اعتدنا على إقامة هذه الفعالية تقريبا السنة الثالثة أو الرابعة ولله الحمد، أنه إحنا عندنا تجمع روابط المصطفى إحياء ليلة الجمعة بدعاء كميل وزيارة عاشوراء، فاختارينا آخر ليلة جمعة من السنة الميلادية على اعتبار السنة الهجرية رأس السنة يصادف 1 محرم وأعمال تكون في رأس السنة الهجرية، فاختارنا رأس السنة الميلادية حتى يكون سد لفراغ يكون موجود عادة. طبعا بعدة رسائل هذا الإحياء، الأولى أنه إحنا لدينا جيل واع ويرتبط بالله تبارك وتعالى ويهتم بالدعاء، وكذلك تجميع الشباب حتى يكون فعالية مركزية. إذا صارت هذه الفعالية المركزية تجمع لنا الشباب وتخليهم يرتبطون واقعا بالباري عز وجل، بالإضافة إلى البعد الروحي والمعنوي والزاد المعنوي، على اعتبار أنه إنسان يختم سنة بدعاء كميل وزيارة عاشوراء ويفتتح سنة جديدة إن شاء الله تعالى كذلك بدعاء كميل وزيارة عاشوراء وبعض الفعاليات والبرامج. المهرجان تضمن فقرات عبادية أكدت على تهذيب النفس وتعزيز الارتباط بالله تعالى واستلهام الدروس الإيمانية التي تسهم في بناء الفرد والمجتمع ومواجهة تيارات الانحراف وبرامجها الشيطانية في ليلة رأس السنة الميلادية. لمدة 3 سنوات على التوالي نقيم إحياء ليلة الجمعة آخر سنة الميلادية، وهذه هي يعني صورة جماعية تصير مركزية في محافظة البصرة، وهاي منطقة تبص خير إن شاء الله تعالى. تجمع روابط المصطفى يضم عدد من الروابط توزع في منطقة تبص خير على عدد حسينيات. كل ليلة الجمعة نقرأ دعاء كميل وزيارة عاشوراء الحمد لله وشكر، صورة جماعية. ونحن نودع هذه السنة بالدعاء والتضرع إلى الله سبحانه وتعالى وما طوت من أعمال مباركة وعبادات وتقرب، سائلين الله سبحانه وتعالى أن يختمها لنا ولجميع المؤمنين بخير. وهذه تعتبر خطوة من هذه المؤسسات الدينية التي دأبت قبل سنين على إحياء مثل تلك الليلة كخطوة لمواجهة التحديات التي يواجهها المجتمع. من آخر ليلة جمعة في عام 2025 تتجمع مع معراج المريدين رسالة الإيمان تأكيدا على نهج تجمع روابط المصطفى في ترسيخ الوعي الروحي والسير نحو الله تعالى.